عندنا في مخنا في حاجة اسمها نظام المكافأة Brain Reward System، عبارة عن شبكة معقدة بتشمل منطقة السقيفية البطنية والنواة المتكئة. مهمتها انها بتعزز سلوكيات البقاء زي الاكل والتواصل الاجتماعي والتكاثر عن طريق افراز الدوبامين في النواة المتكئة، وده بقى اللي بيسبب المتعة. يعني من الاخر هي بتحفزك بشكل لا واعي انك تعمل الحاجات العادية زي الاكل عشان ما تتكاسلش وتفضل عايش. اي حاجة انت بتحب تمارسها في حياتك بتفرز لك دوبامين بيمشي في المسار ده اللي هو النواة المتكئة. حلوة قوي، لسه ما فهمتش ايه علاقة ده بالمخدرات؟ اقول والله لا اقول. لما بتمارس حاجة ممتعة الدوبامين بيطلع من ال VTA اللي هي منطقة السقيفية البطنية للجهاز الحوفي والقشرة الجبهية، وعشان الدوبامين يطلع للمناطق دي لازم ياخد مواصلات. المواصلات دي اللي هي الخلايا العصبية بتنقله وتحدفه في الفراغ اللي بين كل خلية عصبية والتانية، ويقوم يعني محشور شوية في مستقبلات الدوبامين في الخلية المستقبلة، وده بيسبب الشعور بالسعادة. بعد كده يقوم الدوبامين راجع تاني من الخلية المستقبلة للخلية اللي بعدته عن طريق بروتين مخصص ليه اسمه ناقل الدوبامين. لما شخص بيتعاطى مخدر معين زي الهيروين او الكحول او النيكوتين، ده بيخلي الدوبامين ينتج بكميات كبيرة، ومش بس كده ده كمان بيحبسها في الفراغ اللي بين كل خلية عصبية والتانية وبيمنعها انها ترجع للخلية اللي اطلقته، فيفضل الدوبامين عايم في النص لفترات طويلة اكتر من الطبيعي.